السلام عليكم اخواتي وحبايبي، اهلا بيكم، نورتوني. يلا النهارده نعمل مع بعض جاتوه شاتو بطريقه سهله وبسيطه. بس قبل ما ابدا الفيديو هقولك ما تنسيش تشتركي في القناه وتدعميني وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. اول حاجه هنجيب كوبايتين سكر، كوبايتين لبن، كوبايتين زيت، 8 معالق كاكاو خام، معلقه فانيليا صغيره. لو الخلاط بتاعك مش هياخد المقدار كله، هتاخدي كوباية سكر مع كوباية لبن مع كوباية زيت مع 4 معالق كاكاو مع نص معلقة الفانيليا، وهتضربيهم كويس اوي في الخلاط. هتفضي المقدار ده ترجعي تضربي بقية المقدار التاني. انا هضربهم معاكي دلوقتي وبعد كده هقولك الخطوات هنعمل فيها ايه. خطواتها سهلة وبسيطة. طبعا احنا هنحتاج 4 بيضات، لكن مش هنحطهم على المقدار ده دلوقتي الا لما نيجي نعمل بقى بقية الكيكة هقولك هنعمل فيها ايه. انا كده هحط الزيت الاول، ومش هحط اللبن كله على ما اضرب بس المقدار ده معايا واشوف الخلاط هياخده كله مع بعض ولا لا. عشان كده بقولك اسهل ليكي اضربي نص المقدار الاول وبعد كده اضربي النص التاني. خلاص انا ضربت الكاكاو والسكر، هحط بقى اللبن. طبعا هو الخلاط مش هياخده كله، فانا برضو هحط كمية صغيرة. هضرب دول الاول، هحط عليهم طبعا الفانيليا. الكيكة ديت بتبقى ليها مرحلتين. اول مرحلة نضرب الخليط بتاعنا ده، هناخد منه كوبايتين من اللي احنا كنا بنعاير بيهم السكر والزيت واللبن، وهنركنها على جنب. يعني اكن نص المقدار اللي احنا ضربناه خدناه والباقي هنسيبه. هناخد المجين دول هنسيبهم على جنب، وهنيجي بقى نكمل خطوات الكيكة بتاعتنا. دول ممكن تحطيهم في التلاجة، لو الجو برد هتسيبيهم على الرخامة بتاعتك. بعد كده هتجيبي 4 بيضات، وهتجيبي نص معلقة خل كبيرة او معلقة صغيرة خل، هتحطيها عليهم عشان يشيل زفارة البيض. طبعا احنا كنا حاطين في المقدار بتاعنا فانيليا. هتضربيهم بقى كويس قوي في الخلاط بتاعك. بعد كده هتجيبي 3 كوبايات دقيق، هتفتحي عليهم كيس بيكنج باودر وهتقلبيهم في بعض. كيس البيكنج باودر دوت هيطلع معلقتين او معلقتين وربع، فانت هتفتحيه وتقلبيه كله. لو عندك بيكنج باودر علب هتاخدي منه معلقتين صغيرين مليانين. هنبدأ نفضي الخليط بتاعنا. يا ريت تفضي الخليط السائل في بولة او في طبق بلاستيك كبير علشان تعرفي تقلبي بعد كده الدقيق. وهتحطي دقيق شوية بشوية لان الخليط هيتقل معاكي عشان تعرفي تقلبيه برضو كويس. هفضي بس بقية الكمية اللي معايا في الخلاط. خلاص كده. بعد كده بقى هبدأ اجيب المضرب السلك بتاعي. انا ممكن اضربه بايدي او بمعلقة، بس المضرب هيسهل عليا. عايزه تعمليها في العجان على اهدى سرعه اعمليها، مفيش مشكله، المهم ان انت تقلبيها بالراحه. خلاص كده هبدا بقى احط الدقيق بتاعي شويه بشويه. هقلب كويس عشان ما يكلكعش معايا ويطلع الخليط بتاعي ناعم. لما ادوب شويه الدقيق دول هبدا اضيف الباقي. خلاص بقى هدوب بقى بقيه الدقيق بتاعي كويس. هكون بقى في الفتره دي مسخنه الفرن على 180، وهجيب الصينيه بتاعتي او القالب اللي انا هصب فيه الكيكه، هدهنها بمعلقه زيت او سمنه، وهرشها بالدقيق علشان الكيكه ما تلزقش فيها. خطوات سهله وبسيطه. زي ما قلتلك ممكن تضربي المقدار الاولاني كله مره واحده، وممكن تضربيه على مرتين، وبعد لما تضربيه على المرتين تاخدي بقى منه الكوبايه المجين دول على جنب، وتبداي تكملي بقيه خطوات الكيكه بتاعتك. اوعي تنسي وتحطي البيض من الاول علشان المقدار اللي احنا خدنا منه الكوبايتين على جنب دول مش محتاجين فيه بيض خالص.
هتأكد بس من القوام بتاع الكيكة واطمن ان الدقيق كله داب فيها. هي تقلت خلاص اصلا، يعني بتتقل معاكي، بتبقي ما مش قادره تلفي فيها. استخدمي نوع كاكاو كويس علشان الكيكه ما تبصش منك. خلاص كده انا خلصتها. هجيب الصينيه بتاعتي، هتمسحيها بمعلقه زيت او فرشه زيت او سمنه، وهترشيها بشويه دقيق خفيفه علشان ما تلزقش. بعد كده هتفضي مقدار الكيكه بتاعك عادي زي الكيكه العاديه. هتخلصيها وتطلعي منها الهواء، وهتحطيها في الفرن بتاعك لغايه نص ساعه او نص ساعه على حسب الفرن بتاعك حامي او لا، على نص ساعه و5 دقايق. ما تفتحيش الفرن عليها خالص قبل ما يعدي نص ساعه. خلاص كده هظبط المقدار بتاعي في الصينيه. هتهزي بقى الصينيه بتاعتك او تخبطيها على الرخامه مرتين كده عشان تفرغي الهواء الزياده عن اللزوم دوت. وبعد كده هتاخديها وتدخليها الفرن. دي شكلها بعد ما طلعت من الفرن. هتجيبي بقى سلكة اسنان وهتفرغيها كده مسافات قريبة من بعضها، وهتسيبيها تبرد شوية. لو انتي عايزة الطبقة اللي بتبقى فوق الكيكة زيادة، مش كمية بسيطة، ما تفرغيهاش بسلكة الاسنان. لكن لو عايزاها تبقى طرية من فوق ومن من جوه، هتعمليها كده زي ما انا بعمل. هتكمليها كده وهتسيبيها بقى تهدى شوية براحتها. هتكوني بقى جايبه المجين اللي انت عينتيهم على جنب دول، علشان هنبدأ نحطهم على وش الكيك. لو عندك سلاكة من او خلة من بتاعة الشوي استخدميها بدل سلكة الاسنان. بعد كده هجيب الخليط بتاعي، انا حطيته بس في كوباية ليها حرف عشان اعرف اصبه. هتصبيه على الكيكة بتاعتك. لو انت عايزة الطبقة اللي فوق دي تبقي سميكة كده، ما تخرميهاش بالسلك. هتحطيها فوق الكيكة بتاعتك بعد ما تبرد وخلاص. هجيب بقية المقدار وهصب بقى على نص الصينية التاني. احنا ما حطيناش بيض يا جماعة، عشان ده هيتحط كده ني على الكيكة، فما يبقاش فيه زفارة، وما ينفعش نحط البيض ني. ده الكيكة هتشربه شوية وهيبقى فيه منه طبقة على الوش، وهتقدميه بيها كده زي ما هي. عايزة تعملي صينية صغيرة، قللي المقدار للنص واعمليها. وادي كده شكل الكيكة بتاعتنا اهي بعد ما خلصت. طريقة سهلة وبسيطة، مكونات بسيطة خالص، موجودة في اي بيت. وبالهنا والشفا. ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.